يا بسم الله، السلام عليكم الشباب، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شوف، هذا الدرس هذا غتكون فيه واحد الفاليو كبيره، واحد الافاده اللي كبيره. بزاف ديال الناس ما بقاوش كيركزوا في المحتوى اللي كيكون طويل، وبالتالي الافاده كاينه في المحتوى اللي كاين طويل. هذا الشيء علاش بزاف ديال الناس كيقول لي خويا محسن دير لنا فيديوهات في يوتيوب. ها انا كندير فيديوهات في يوتيوب وها هي الفاليو. لذلك ركز وخذ وقتك، وتبع الفيديو، وجيب شي كاس، شي قهيوه، وريح وتكونسونطرا مع راسك، اكيد غتستافد. فهاد الافاده القيمه ديالها كتسوى فلوس. ما كرهتش انا واحد الوقت هذا الليفل هذا اللي غندوي فيه انا دابا نكون حتى انا لقيت اللي يعطيني بحال هذا الفيديو. لذلك ركز، لانه انا عارف القيمه ديال هذا الفيديو. فمؤخرا كنهضر معايا واحد الشخص، ابيل تليفونيك كونسلطاسيون، وكنا هضرنا على بزاف ديال الامور في البيزنس ديالو والليفل اللي وصل ليه. وكان قال لي سولني واحد السؤال وبقى في الذهن ديالي، وقلت هذا السؤال مهم بزاف، وبزاف ديال الناس كيعانيوا منه. لذلك جيت انني ندير فيه فيديو. فهنا من هذا العنوان هذا كتخدم بزاف، ولكن الارباح ما كتكبرش. كاين واحد السبب اللي كيخلي اي براند كتوصل لواحد النيفو كتوقف فيه، كتبقى كتحقق نفس الارباح شهر من بعد شهر، شهر من بعد شهر. ما كاينش واحد التطور في الارباح، وما كاينش واحد سكيلينغ. هذه كتسمى مرحله السكون، واي براند كدوز منها. لا ما عرفتش كيفاش تجاوزها كتبقى تما، يعني ما كتطورش. والقضيه اللي كنت هضرت مع فيها على هذاك السيد اللي قلت لكم كان سولني كيفاش نقدر ندخل في منافسه مع واحد المنافس اللي كيبيع نفس البرودوي ونربح ونخرج رابح، وما ندخلش في الدوامه ديال الثمن. فالاجابه ديالي يعني كانت مختصره، واكيد يعني عجباته الاجابه، لانه كانت هي الحل اللي كيقلب عليه. ولذلك جيت انني نبارطاجي معكم الحل ديال هذا الاشكال هذا، وفي نفس الوقت الحل ديال هذا المشكل ديال الناس اللي كيخدموا بزاف ولكن كيبقاو كيضروا بلاصتهم. وكان انا كنشوف هذا المشكل بزاف كيتعاود في المارشي. لذلك على بركه الله، شوف، المشكل الحالي ديال الاغلبيه ديال الناس شنو هو كيركزوا على الكوست بير اكشن، يعني كيشوف التكلفه ديال المبيع. دائما كنركز، التركيز ديال الاغلبيه ديال الناس اللي واقعين في هذا المشكل هو انه دائما كيشوف انه الفيسبوك هو العدو ديالو. الا كانت التكلفه ديال المبيع هابطه كيربح، كانت التكلفه ديال المبيع طالعه كيخسر. فهنا شنو كيدير؟ كيفتح الادز ماناجر، كيشوف السي بي ام والسي بي او. الا كانوا مزيانين راه البيزنس مزيان، كانوا هابطين شنو كيوقع؟ كيتوتر، كيخاف، كيولي. شنو ملي كتخاف وملي كتوتر كدير واحد القرارات اللي غالطه، كيدخل فيهم التسرع، والتسرع كيخليك انك تمشي تموديفي على شي حوايج ربما ما يكونوش هما المشكل. غتمشي تبدل الكرياتيف، تبدل الكامبين، تشوف الاودينس ديالك. بزاف ديال الحوايج كديرهم ما مبنيينش على داتا، مبنيين على هذا التوتر هذا. فهنا كيجي ملي كدير هذا الشيء انت ما كتصلحش المشكل، السبب ما كتصلحوش، كتمشي ديريكت للنتيجه. فانا نفس النتائج كتبقى، ولا كتخسر بهذه الافعال ولا هذا الشيء اللي كدير. فهذا هو الاشكال اللي كاين عند الاغلبيه ديال الناس. فشوفوا معايا، نجيو لستيب جوج. هنا التفكير ولا الاعتقاد القديم اللي كان عندك هو خاصني نقص التكلفه ديال الاعلان. انا ما بغيتش يكون عندك باقي هذا الاعتقاد دائما. الكوست بير ليد ولا التكلفه ديال المبيع، دائما كنلقاو انه بزاف ديال الشباب في السوشيال ميديا كيتباهاو. جبت التكلفه ديال المبيع بدولار، جبتها ب2 دولار. لا، ما بغيتش يكون عندك هذا الاعتقاد، لانه النتيجه هي دوامه بلا نهايه اللي هضرنا فيها هنايا، ديال كتبقى في نفس الدوامه هذه. يعني ما غاديش تطور بهذه الطريقه. فبالتالي انا الاعتقاد ولا التفكير اللي بغيت انا نزرعه فيك هو انك خاصني نبني بناء براند كيتحمل او يتحمل تكلفه الاعلان. تجيني التكلفه بخمسه، تجيني بجوج، بثلاثه، ب7 دولار، ما يهمنيش نبقى رابح. واش ممكن نيت اخويا محسن تجيني الكوست بير بيرتشيس ولا بير ليد ب7 دولار ونبقى رابح؟ ممكن، وهذا الشيء كيعتمد على بزاف ديال الحوايج اللي ها هما جايين. فالنتيجه هي السكيلين. فملي كتعتمد على الكوست بير ليد هنايا في الاعتقاد القديم ديالك ما كتقدرش تسكيلي. علاش؟ لانه الا طلعت لك الكوست صافي وليتي خاسر، بحال كتسكيلي الخساره ديالك. كتسكيلي، كتولي كتانفيستي كتولي كتخسر، بحال قلتي عوض ما تخسر شويه كتولي كتخسر بزاف، مقارنه مع هذا الشيء اللي غادي نطرقوا ليه دابا. وهذا التفكير الجديد اللي بغيتو يكون عندك، اللي غيخليك انك تسكيلي ولكن تسكيلي بربح. ف اجيو دابا شوفوا هاد القضيه هادي. شوفوا معايا هنايا، هادي سميتها الطريقه ديال المحسن.
هذه الطريقه شنو هذا الكونسيبت داير هنا؟ البروفيت بير كاستمرز بير كاستمر، يعني انا كنشوف الربح مقابل العميل، ما كتهمنيش التكلفه مهما كانت التكلفه. شتي واخا تكون التكلفه 10 دولار بير ليد مازال ما كونفيرميتش معاه، ما ليفريتوش، الا كانت 10 دولار وانا رابح ما كتهمنيش. غادي تقول لي كيفاش انا غادي نجيب الكوست ب 10 دولار ومازال رابح؟ هو اللي ما تزربش وركز معايا، وهذا الشيء اللي غادي نشرحه دابا في هذا الدرس هذا. شوف، عندك جوج د الحوايج اللي كيعتمد عليهم هذا الكونسيبت هذا. تكون عندك اول حاجه منظومه اعلانيه، ثاني حاجه هو هذا المسار البيعي. مزيان. المنظومه الاعلانيه شنو كنقصدوا بها؟ هو انه يكون عندنا اوفر مزيان. ف كما شفتوا هنايا هذا البروفيت بير كاستمر، الربح مقابل العميل، كيعتمد خصو يكون عندك الاوفر مزيان ديال البراند ديالك ولا ديال المنتوج ديالك واضح. البرودوي ديالي الحل اللي كيدير لهاد المشاكل، ولا الاودينس ديالي هما هادو، كنشوف المشاكل اللي عندهم وكنعطيهم حل. يعني كل منتج واضح. ملي كيدخل واحد الانسان يشوف الفيديو ديالك ولا يدخل السوشيال ميديا ديالك، كيعرف شنو المنتوج ديالك بكل سهوله. ما كيبقاش يفكر ويبقى يحلل ويدخل هنا ويسول باش يلاه يفهم، لا، يكون منتوج واضح مزيان في المنظومه الاعلانيه. لانه من هذا الاوفر هذا غادي نجبدوا بزاف ديال الابداعات اللي هما لي كرياتيف، فيديوهات، تصاور، سلايد شو، اي علاقه عندها عند اي حاجه عندها علاقه بالفيزيوال، شي حاجه عندها بهذاك الشيء اللي كيشوف العميل على البروداكت ديالك. مزيان. هنا ريقلنا الكرياتيف ديالنا. عندنا تارجيتين. ملي كنقولوا التارجيتين كيكون في الفيديو. نرجعوا للميتا كشركه ديال لادفيرتايزين. فالكونسيبت اللي جات به اندروميدا هو هذا، كتعتمد على التارجيتين في الفيديو. يعني انا كنحدد الافاتار ديالي كنخاطبه باللغه ديالو، كنخاطبه بالمظهر ديالو، كنخاطبه بالمشاكل ديالو، كنعطيه حلول. هذا هو التارجيتين. هذا هو اللي داخل فيه في اصحاب فيسبوك اد. شرحناه في هذه المراحل، اللي هو منظومه اعلانيه خاصها تكون عندك. اول حاجه خاصها تكون عندك باش انك تطلع رابح، تدخل في اي منافسه وتربح اي براند، هي تكون عندك منظومه اعلانيه في هاد الحوايج اللي تطرقنا لهم. مزيان. ولكن مع وهذا الشيء اللي غادي نشرح له هو المسار البيعي. كنشوف انا كبر سبب اللي غيخليك انك تربح، رغم انك داخل في منافسه مع براند ولا مع متاجر الكترونيه كبيره، تربح المنافسه، هو هذا المسار البيعي. اكيد بدون الاغفال على المنظومه الاعلانيه. فالمسار البيعي هنا كنهضروا على الكونفرجن. كتكون فيه هما ستيبس ديالو. كتكون عندنا الكونفرجن. مزيان سيدي، باش نبينوا لي زيتاب يكونوا واضحين. مزيان. هنا الكونفرجن شنو كيتبعها؟ فالغلط اللي كاين عند الناس القدام، البراندات اللي ماشي الناس القدام وانما الناس اللي باقي خدامين بالسيستم القديم، سواء في المتاجر الالكترونيه ديالهم سواء في لي براند ديالهم، الغلط هو انه كيمشي من الكونفرجن من الاوردرز، كيمشي ديريكت لهنايا مباشره لهنايا. فهذا هو الغلط اللي كاين عند يعني الاغلبيه ديال الناس في السيستم القديم. ولكن في هذا السيستم اللي كنشرح دابا لا، خاصك ما تدوش ديريكتومون للكونفيرماسيون. خاصك من الكونفرجن تعطي واحد مضاعفه الارباح. مضاعفه الارباح يا غتجيب واحد المنتوج تكميلي، يا غادي دير واحد المنتوج ديالك تبيعوا على جوج المرات على ثلاثه. مثلا تقدر مثلا ها هو المنتوج، الا شريتي الثاني غادي ندير لك واحد التخفيض، عطيه هديه الاخ ديالك كذا 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 كذا. المهم هنا كتطلع الا او في افريج اوردر فاليو. عوض، شوف، عوض ما يشري عندي مثلا، سمحوا لي نرجعوا لسميتو ديالنا، واحد التكست هنايا. مثلا عوض ما يشري عندي مثلا منتوج اللي كنبيع مثلا 250 درهم، ياك، ها هي 250 درهم، نجيبوها هنايا باغ اكزومبل.
عوض ما يشري عندي منتوج ب250 درهم، فالاغلبيه كيخدموا بهذه الطريقه هذه في النظام القديم. عوض ما يشري عندي منتوج 250 درهم وغادي ندوزو ديريكتومون هنايا الكونفيرماسيون، لا ونكونفيرمي وندوز، لا ما ديرش هادشي. شنو غدير؟ غنطلع الا او في، غنزيدو منتوج اخر، نقول الا خديتي الثاني راه عندك واحد التخفيض كذا كذا. الا ممكن يكون عندك واحد المنتوج تكميلي، عندي واحد المنتوج اكس ولكن عندي واحد المنتوج ايكغيك حتى هو كيصلح لهذا الزبون، غنبريزونتي عليه انا شنو خاسر. فانا كيكون عندي واحد البورسونتاج ديال الناس اللي كياخذوا الثاني. شنو كندير هنا؟ كنطلع هاد الا او في هذه، شتيها؟ عوض ما نكون كنبيع ب 250 درهم ك ككوموند عاديه، غادي نبريزونطي عليه الثاني ولا الثالث ونبيع مثلا ب 450 درهم. شوفوا معايا الفرق. هنا في النظام القديم هذه الطريقه باش كيخدم النظام الجديد هكا. كنجي من بعد ما كيكون عندي، يعني خدا عندي الاوردر ديالي، كندوز الكونفيرماسيون. في الكونفيرماسيون كنكونفيرمي مع الكليان عادي، كندير واحد لوبتيميزاسيون من طبيعه الحال باش انني نحس لو طو كونفيرماسيون ديالي. من بعد ما كونفيرمينا مع الكليان، من بعد كندوزو للديليفري. من بعد كندوزو للديليفري. فهاد الديليفري بحد ذاتها حتى هي خصنا نوبتيميزيو فيها. يعني نوبتيميزيو فيها، ماشي كنشوف انا لي طو صافي عندي 50 60 70% راه مزيان، لا نحاول نحسن، نحاول نعرف من الزبناء ديالي شنو الحاجه اللي خلاتهم هذيك 20% ولا 30% ديال الرسوم، نحاول نعرف من الزبناء علاش، باش انني نحاول نوبتيميزي مزيان. هنا هادو بالضبط، هادو وهادي، هاد الا او في والفولو اب والال تي في ما كيديروهمش الاغلبيه، نقول لك 90% ديال الناس ما كيديروهمش. فلهذا هادشي مهم الا بغيتي انك تدخل في اي منافسه وتربحها وتربح اي براند، وتدخل وما تبقاش ترد البال الكوست بير ليد ولا التكلفه ديال الاعلانات. مزيان. هنا من بعد الديليفري، هذه المرحله مهمه في هذا الكونسيبت هذا ديال بروفيت كاستمر، اللي هي من بعد ما كندوز من الديليفري كندير الفولو اب. كنهضر مع الكليان ديالي، يعني كنسولو على الكاليتي ديال السيرفيس، الكاليتي ديال البرودوي، فين عندك المشكل، واش كاين ما نحسنوه. كندير معاه واحد الفولو اب. يعني هذا داخل في انني نكري واحد السمعه، واحد العلاقه، واحد الغولاسيون مع العميل ديالي. وبالتالي شنو كندير؟ كنطبع عليه واحد الحاجه في العقل ديالو اللي كتخليه انه وقت ما بغى يشري شي منتوج في النيش ديالي كيرجع عندي. اي حاجه عندها علاقه بالبروداكت ديالي كيرجع عندي. كيبغي يشري شي حاجه وكيتفكرني انا بلي انا كنبيع ديك الحاجه كيرجع عندي. فهنا شنو كيوقع؟ خلينا نشوفوا مثلا، نديرو هنايا. ف فهنايا عنوان، عندك هنايا الشهر الاول مثلا، مثلا في هذا الفولو اب نديروها شويه هنايا. هذا الفولو اب كنطلع واحد الحاجه اللي سميتها ال تي في، لايف تايم فاليو. بمعنى انه انا غنخليه ملي كيمشي وكيتفكر السيرفيس ديالي والعلاقه ديالي معاه والسمعه وكنسول فيه وكذا، شنو كيدير هنايا؟ ملي كيجي يشري عندي كل مره كيقدم لي واحد الولاء. فبالتالي هنايا كيقدر يشري عندي مثلا، من بعد ما ليفريتو، المره الثانيه غيقدر يجي عندي مثلا يحتاج نفس البرودوي، ولا غادي يجي يشري عندي مثلا 250 درهم. مثلا غيجي الشهر الاخر غادي يبغي يشري عندي شي حاجه، شي جوج برودويات، ولا غادي يريكوموندي لي شي ناس اخرين ولا كذا. نفترضوا انه سيدي جا الشهر الثاني غيشري عندي مثلا 300 درهم. الشهر اللي بعده مثلا تفكر ولا عنده شي احتياج من النوع ديال النيش ولا النوع ديال البرودوي ديالي، غادي يشري عندي مثلا ب 500 درهم. بزاف ديال الحوايج ممكن يشري 5 6 7 المرات في العام. وبالتالي هنا كنطلع واحد الحاجه سميتها ال تي في، وممكن مثلا يوصل معايا في العام مثلا 5000 ولا 2500 درهم يعطيها لي عميل واحد. تخيلوا معايا لهاد الدرجه هذه ممكن انني نكونترولي هاد السيستيم هذا، وما بقاش نكون كنرد البال بالاعلانات. اجيو معايا نقسموا. لنفترض انك خدام بالسيستم القديم اللي هو الاعلانات، لاندين بيج، الكونفرجن،
الكونفيرماسيون ديليفري سالينا. والاغلبيه هاد الطريقه باش كيخدموا ما كاين لا او في لا ال تي في لا فولو اب لا والو. نفترضوا انه اسيدي نتايا في منافسه مع واحد المعلن، وانت كتجيب التكلفه ديال الادس مثلا ب 5 دولار ولا ب 6 دولار ولا ب 7 دولار. فتخيل معايا شحال من مبيعه كاينه في هاد 250 درهم. شحال من مبيعه؟ تخيل معايا انا كاين 10 المبيعات. نفترضوا انك كتجيب الكوست ب 5 دولار مثلا، انت اللي خالعك هاد 5 دولار. اجي نشوفوا هاد 5 دولار هادي نديروا مثلا 2500 درهم مقسومه 2500 درهم مقسومه على 250 درهم تساوي 10. اذا بحال الشرا عندي 10 المرات. اجي نشوفوا هاد 5 دولار اللي جبنا به او مره واحده مقسومه على 10 تساوي 0.5. تخيل معايا بحال الا وليت ملي جيت نحسب انا، ملي جيت انا دوز مع العامل واحد المده معينه ديال عام ولا 6 شهور ولا كذا، لقيته بحال ان الكوست ولات عندي 5 دراهم. المنافس ديالي ولات عنده ب 5 دولار كتبقى 5، يعني كتبقى 5 ما بقاش كيسول ذاك الكليان، كيربح معاه مره الله يعوض الله يعوض. ما يمكنش انه ينافسني، صعيب انه ينافسني بهذا النظام، صعيب. فبالتالي هنا النت بروفيت كطلع من طبيعه الحال، يعني غادي تضرب في داكشي اللي كيربح المنافس ديالي مره انا كنربحو 10 المرات. آه هذا هو النظام اللي خاص يكون فعلا عند البراندات. وهذه هي الطريقه اللي اغلبيه ديال العملاء ديالنا، هذه هي الطريقه باش كنخدموا معاهم. كنخدموا معاهم هو انه كنابليكيو ليهم سيستيم اللي غادي يخليهم انهم يربحوا مهما كانوا التكلفه ديال الاعلانات. ف باش يعرفوا الناس اللي وصلوا هذه المرحله في الفيديو انه من السيرفيس ديالنا هو انه كنديروا كوتشين 1 تو 1 مع البراندات اللي فعلا كيربحوا، عندهم ارباح، ولكن وصلوا لواحد النيفو ما قادرينش انه يدوزوا للنكست ليفل ولا يتجاوزوا ديك مرحله السكون اللي كيوصلوا لها البراندات. فحنا الكونسيبت اللي جينا به هو انه كديروا معك كوتشين 1 تو 1 بلس اعلانات. حنا كنتكلفوا لك باعلانات، حنا كندخلوا الادز مانجر ديالك وكنديروا لك الاعلانات، وكنكونوا معك كوتشين 1 تو 1 فيما يخص المتجر الالكتروني ديالك وفيما يخص المسار البيعي. حنا كنوجهوك دير هذه قد هذه لاندين بيج شنو خصو يكون فيها، طريقه الهضره ديالك، سكريبت مع الكول سنتر، ديليفري، الفولو اب كيفاش خصو يكون، السويفي، المسائل، باش اننا نطلعوا كنهندسوا لك المسار البيعي ديالك. اما بما يخص الاعلانات فما تضربش الحساب، هذاك الشيء كيكون من عندنا. حنا كندخلوا البيزنس ماناجر ولا الادس ماناجر ديالك وكنديروا لك اعلانات بطريقه بروفيسيونيل. انت كتكلف فقط بالكرياتيف والمسائل اللي غادي نوجدوا لك ملي كتدخل معنا كتلقى كل شيء واجد، شنو غدير، شنو علينا، شنو عليك، طريقه الخدمه بيناتنا، كل شيء. تخيل معايا حتى كاين كارونتي، يعني كنغارونتيو كنقول لك انه الا خدمتي معنا وما وصلتيش لوبجيكتيف ديالك كنردوا لك فلوسك. يعني تخيل معايا لهاد الدرجه هذه. علاش؟ لانه هذا الشيء هذا مجربينه وخدام. فما يمكنش انك انت خدام بسيستيم قديم وتابليكي هذا الشيء هذا اللي كيكون بروفيسيونيل ما تربحش. ماشي منطقي انك تكون مثلا كدير 2000 دولار ربح صافي في الشهر، ونخدموا معاك وما ديرش 1500 2000 3000 4000 5000 ضعف الارباح ديالك. يعني انا خاصني نزيدك فاليو. هذا هو الكونسيبت اللي جا به هاد البروغرام هذا. مزيان، من بعد ما تطرقنا لهذيك القضيه اللي هضرنا فيه على السيستم اللي خصك تابليكي، اجي نشوفوا هنايا هذا هو بروفيت ملتيبلايرز. يعني البروفيت يعني مضاعفه ديال الارباح. هذا هو المنظومه الكامله. عندك الفيسبوك ادز، الكونفرجن يعني الاوردرز اللي كيجيوني كنطلع على او في كما هضرنا، كندوز الكونفيرماسيون، ستيبس ديال الكونفيرماسيون، كنحاول ندير فيها الاوبتيميزاسيون، الديليفري اوبتيميزاسيون، كندير واحد الفولو اب مع الكلاينت ديالي، كنطلع ال تي في، وكان كيكون عندي واحد النيت بروفيت اللي طالع مزيان. وهذا الشيء هو اللي كيخليني شباب الاخوان، اي واحد كيتابع هذا الفيديو هذا راه مستحيل انك تابليكي هذا السيستيم هذا في البيزنس ديالك وما تربحش وما تبقاش ترد بالبال الكوست ديال الفيسبوك ولا الاعلانات لانه الاغلبيه كيديرونجيهم التكلفه ديال الاعلانات، لانهم كيردوا البال غير مع الاعلانات. اكيد خاصنا اوبتيميزيو الاعلانات،
ما يتوافق مع السيستم ديالنا باش ما اوبتيميزينا باش مزيان، ولكن ماشي لهاديك الدرجه نبقاو ديما الفوكس ديالنا مع الاعلانات، لا، لانه الاعلانات غدا وكتغلى، غير باش تكون عارف غدا وكتغلى. يعني الا ما كنتيش عارف انك تبروفيتي تقاد السيستم اللي بروفيتي في الاعلانات ديالك، فانت من هنا لواحد الوقت غادي ما تقدرش ابوندوني، لانه المساله ماشي مساله، المساله هي ماشي مساله نجيب مبيعات بكوست قليله، لا، المساله ما بعد الاعلان. وهذا الشيء هذا هو اللي كنريقلو مع لي براند ومع آه، المتاجر الالكترونيه المحترمه كنربحوا كنخدموا معاهم. شوفوا معايا، يعني هنا الطريق التفاعلي، هذا هو الدوامه، هذا هو الكونسيبت ولا السيستيم باش كانوا خدامين الناس يعني قبل. فيسبوك ادز، سي بي ا كيقلب على انه يهبط السي بي ا، كيقلب على انه السي بي ا يعني الكوست بير ليد، تكلفه المبيع كما كيتسمى، واخا هي ما كتسماش مبيعات حتى كتليفرا، ولكن نمشيو مع الاعتقاد ونمشيو مع المصطلحات اللي جاري بها العمل. هنا كيحاول انه ينقص الهوس ديالو، هو انه ينقص المبيعات، وكيحاول انه يزيد الار واي اس، يعني كيحاول انه العائد على الاستثمار يطلعو، الكوست كطلع. هنايا كما قلنا التوتر كيبدا يخاف ويتوتر، لا يضيعوا ليه الفلوس، الاعلانات طالعين، كيبدا التبديل هنا، كيبدل الكرياتيف، يبدل هادي يبدل هادي، ونفس الدوامه هنا كيطيح في هذيك الدوامه ديال كيبقى يدور بلاصتو، نبدل المنتوج، نبدل هادي نبدل هادي، وكيبقى ما كيتطورش، ومن بعد كيبقى يقول وا نتوما ما كتعطيوناش، وانتوما هادي وانتم. كنهضر على هذه الفئه اللي كتخدم بهذا السيستيم هذا. السيستيم اللي شرحنا دابا هو هذا، كاستمرز بروفيت بير كاستمر، يعني كنربح انا على العميل، ما كتهمنيش التكلفه، مادام ان ديك التكلفه اللي جات اللي جبت بها العميل كتربحني، انا كنضربو على المدى البعيد. ملي كنضرب على المدى البعيد فاكيد ما كتبقاش الهم ديالي هو الاعلان، كيكون عندي واحد الاوفر مزيان، البروداكت ديالي كنقاد واحد الاوفر اللي اللي فعلا كيكونفيرتي، اللي كيطلع الكونفرجن ريت. امور مهمين بزاف. فهنايا كيجيون واحد العدد ديال الاوردرز، كنحاول نطلع على او في من دوك الاوردرز، نعطيهم الاب سيلز، الكروس سيلز، الامور كاملين. وكان هنايا يعني كتطلع الكونفرجن، كونفرجن يعني كتكونفيرتا. من بعد الكونفرجن هنايا هي انه تليفرا، من بعد كيكون واحد الفولو اب سيستيم، وهذاك الفولو اب كنهضر مع الناس اللي العملاء ديالي كيفاش يكون برودوي، ياك ما فيه شي عيب نبدلوه ليك، يا كنعطيهم واحد لو سيرفيس ابخي فوند، باش انني نرسخ عندهم واحد العلاقه، ونرسخ لهم واحد الصوره على البراند ديالي في العقل ديالهم، باش انه ياخذوا ديما عليا سمعه مزيانه. صافي كيحفظوا البراند ديالي، كنربط لهم البراند ديالي بالعقل ديالهم وبالاحتياجات ديالهم من ذاك البرودوي. اي برودوي كيبغيوه كيتفكروني انا كيجيو يشريوه. هادشي هذا كيطلع ليا ال تي في، وملي كنطلع ال تي في كنريقل السيستيم ديالي كنسكيلي. يعني هنايا كنسكيلي وانا ضامن 100% انني كنسكيلي الربح، ماشي السيستم القديم كنسكيلي الخساره. ف ف هذا هو يعني السيستم اللي فعلا كيخلي اي براند تربح، اي براند تدخل في منافسه مع براند اخرى، اي متجر الكتروني كيدير ارباح ويزيد يضاعف الارباح ديالو، ويزيد يسكيلي البراند ديالو ولا المتجر الالكتروني ديالو. يعني هذا السيستم هذا مديور للناس اللي فعلا كيحققوا ارباح، عندهم منتجات واضحه، عندهم نيتشات، عندهم كاتيجوري معين، عندهم براند، يعني ناس فعلا كيحققوا ارباح، ماشي ناس مبتدئين يلا كيقلبوا على الوينين برودكت، يلا كيقلبوا على كيفاش انهم يديروا اول مبيعه ديالهم ولا اول 10000 درهم ديالهم، لا. هذا هاد سميتو هذا البروغرام خاص للناس اللي فعلا عندهم براندات واصلين لواحد الليفل ديال انهم كيربحوا 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 حتى وصلوا لواحد النيفو ما بقاوش قادرين انهم يزيدوا يضاعفوا الربح ديالهم. فهذا هو الكونسيبت اللي جات به هاد البراند هذا، ولا وصل هاد السيستم هذا، ولا وصلت هنايا بغيت نقول لك انه كما قلت في الاول ديال الفيديو، انه عندنا بروغرام ولا سميه سيرفيس براند سكيل سيستم. وهذا السيستم ديالنا اللي كنخدموا فيه مع البراندات والمتاجر الالكترونيه اللي فعلا كيربحوا. شنو غادي يدير لك
ملي غادي تخدم معنا في براند سكيل سيستم، وللملاحظه ما كنخدموش مع كلشي، الناس اللي كيربحوا باغيين يضاعفوا الارباح ديالهم ويسكيلوا البيزنس ديالهم. فالكونسيبت ديالو هو انه كنخدموا لك منظومه اعلانيه نتكلفوا بها حنا دون فور يو، حنا كنديروا لك اعلانات، المتجر كندخلوا الادز مانجر ديالك ولا الاكونت الحساب الاعلاني ديالك، وكنديروا لك اعلانات بطريقه بروفيسيونيل، بطريقه اللي فعلا مهيكله وكتماشى مع ما بعد الاعلانات. بالنسبه للشق الثاني ديال الاوفر ديالنا هو كنكونوا معاك يعني كوتشين 1 تو 1. انا محسن كنبقى معاك، كنشوفوا المتجر الالكتروني ديالك فين كاين المشكل، فين ممكن نحسنوا، فين ممكن نزيدوا، فين ممكن نقصوا، باش اننا نوصلوا لوبجيكتيف ديالنا اللي غنهضروا، اللي اصلا كنهضروا فيه قبل ما ندخلوا اننا نخدموا معاك. كيكون كتكون الكول واحد الكول يعني واحد المكالمه اللي كنهضروا فيها على لي ديتاي ديال لي ديتاي، وكنشوفوا شنو البرنامج العمل اللي غادي يكون عندنا معاك في البراند ديالك. فاذا كنتي كتشوف راسك ان البراند ديالك ولا البيزنس ديالك وصل للنيفو اللي بغيتي انه تضاعف الارباح وتسكيلي فيه، فتحت ديال الفيديو غتلقى واحد الليان، البلاصه فين تقدر تواصل معنا، فكليكي عليه ومرحبا بك معنا، نشوفوا واش نقدروا اننا نخدموا معاك. يعني كنديروا واحد الاوديت، واحد التحليل للبيزنس ديالك، نشوفوا الارقام ديالك، نشوفوا البيزنس ديالك فين كاين المشكل، بحال قلتي كنديروا معاك واحد الدراسه للمشروع ديالك، نشوفوا واش غنقدروا نخدموا معاك ولا ما نقدروش نخدموا معاك. لانه مع الاسف ما كنخدموش مع بزاف ديال الناس، كنخدموا مع واحد الاقليه اللي فعلا يعني محتاجين البراند سكيل سيستم. لهذا ما كناخذوش بزاف ديال الناس، تقريبا 5 الاشخاص فقط، يعني 5 الاشخاص اللي نقدروا نخدموا معاهم، لانه كيكون كوتشين 1 تو 1، كنعطيك وقتي انا، كنديروا لك اعلانات بطريقه بروفيسيونيل، يعني كتحتاج وقت لهذا. ما كناخذوش بزاف ديال الناس، كناخذوا يعني 5 الاشخاص فقط اللي غنقدروا نخدموا معاهم، باش تكون كواليتي ديال السيرفيس مزيانه، وباش تكون يعني السمعه ديال هذا السيرفيس مزيانه. هذا مكان الا كنتو يعني شفتوا البراند ديالكم يعني وصلت لواحد النيفو اللي ما كتقدرش مازال انها تربح فيه، وهذا امر عادي، امر عادي. غير ما تبقاش مطول في هذيك المرحله، لانه كاين بزاف ديال الناس كيوصلوا هذاك الليفل وكيطولوا فيه. مثلا كيدير 3000 $4000، دار مجهود بزاف، وصل لذاك النيفو ولا كيديرها كل شهر، ما بقاش قادر انه يفوت هذيك $4000 اللي كيدير ربح صافي مثلا كل شهر، ولا $2000 ربح صافي كل شهر. يعني انت مادام انك وصلتي لواحد الليفل، كتسمى مرحله سكون البراند، مرحله ثبوت الارباح. اي براند كدوز من هذا الليفل هذا. علاش؟ لانه ما عندكش اكسبيريونس، ما عندكش سيستيم، لانه السيستيم كتبنى بالاكسبيريونس. لانه هذا السيستيم اللي وريتكم دابا انا انفيستيت فيه بزاف ديال الوقت، راه اكثر من 8 سنين خبره في التجاره الالكترونيه، راه اكثر من مئات مليون يعني ديال 100 مليون هكا، مئات الالاف الدولارات في الاعلانات. يعني انت غتاخذهم كخبره، هادو هما اللي كيتسموا سيستيم بروسيس، اللي كتحاول انك تعطيهم للناس اللي في نفس النيفو، باش انك تخليهم يضاعفوا الارباح ديالهم ويسكيليو البيزنس ديالهم. فالا كنتي كتشوف راسك في هذا الليفل هذا، فمرحبا كونتاكتينا وندير واحد المكالمه، يعني كتكون غراتوي، باش نقيموا البيزنس ديالك ونشوف واش وصل لهذا الليفل هذا، نحاولوا ما امكن اننا ننفعوك ونضاعفوا الارباح ديالك ونسكيلوا البيزنس ديالك ان شاء الله. وهادشي كاين في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.